السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة ميرفت جمعة بقدم لكم النهاردة طريقة عمل رز بلبن زي بتاع المحلات بالظبط. قبل ما ابتدي ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الكمية اللي انت عايزاها اعمليها. انا معايا كوباية رز اهي، نقعتها في كوبايتين مية وما رميتش المية ولا غسلته اهو، اللي هو مكيس يعني مش الرز السائل. فهو هنحطهم على النار وانا نقعاه من قبليها بنص ساعه، والميه زي ما هي اهي حطيتها في الحله وهسيبه ياخد غلوه في الميه وهرجع لكم. بصوا، خد غلوه في الميه اهو، خد غلوه في الميه. كوبايه الرز ما شاء الله بتنفش يعني. خد كده، هنزل باللبن بخيره. يعني ايه بخيره؟ يعني عامل القشطه اللي انتوا شايفينها دي، طبعا بيبقى لبان كويس وتجيبي منه. دول حوالي كيلو ونص او 2 كيلو الا ربع لبن بالظبط. بسم الله، فيهم قشطتهم وفيهم حاجتهم اهي. دي بتاعت غلاية اللبن طبعا عشان ايه ما يفصلش منه. دي بنحطها عشان ايه اللبن ما يفورش منه. هنسيبه يستوي يكمل سواه في اللبن وهرجع لكم. مش هحط اي حاجه تاني. بصوا كده الرز غير اهو مستوى، اللبن توغل فيه. بصوا اتهرى خالص ومش شايفين القشطه عشان اللبن بخيره عامله ازاي اهو. هبدا دلوقتي انزل وكده اتاكدت ان الرز استوى قوي، يعني انا عايزاه يستوي قوي واستوى. ادينا له نص سوا في الاول وهو احنا نقعين، وادينا له في الميه اللي هي كوبايه ونص، حسب بقى الكميه اللي انت عايزه تعمليها. تقسمي الحاجه على ايه الكميه اللي انت عايزاها. نص كوبايه يبقى ايه، تحطي كوبايه ونص ميه، كوبايه ميه قصدي. هننزل دلوقتي بالسكر حسب الايه الكميه اللي انتوا عاملينها. نحط كوبايه اهي، لما تتاكدي انه استوى انزلي بالسكر. هنزل ب3 معالق مليانين كريم شانتيه. عشان ما يعملش اي كتلات كده. ايه تكتلات كده، لازم ايه نضرب بالمضرب كده عشان ما يعملش اي ايه تكتلات. لو عندك بقى حته قشطه واللبن اصلا مش عامل وش لا قشطه، حطي حته قشطه اهي، معلقه كده كبيره. بصوا احنا كده نزلنا الكريم شانتيه، ما حطيناش نشا يا جماعه، لان احنا لما نقعنا الرز خدناه ميته. فكانوا زمان لما بيلاقوش نشا كانوا بيطحنوا الرز. احنا خدنا ميه الرز اللي هي فيها النشا ذات نفسه. هحط دلوقتي شويه فانيليا، وعندك بواكي حطي باكيه. حطينا الفانيليا اهو، هنديها غلوه وايه ونغرفه. ايدك فيه عشان ما يكلكعش حاجه.
اول ما يغلي هروح طافيه عليه على طول. خلاص. انا غيرت المضرب عشان خاطر ايديه التاني كان قصير. خلاص كده هطفي عليه ونغرفه. بصوا عبينا كوبايه الرز، عملت ما شاء الله تبارك الرحمن 7 اطباق اهو. هنسيبه لما يبرد وبعدين نغطيه وندخله التلاجة 9 ايام وبعدين نوريهولكم. ده الشكل النهائي لما حطيناه في التلاجة. شوفوا بقى الكرمشة، بصوا شايفين الكرمشة زي بتاع المحلات واحسن وانضف وارخص. وما حطيناش فيه نشا اهو. بصوا وبصوا القوام بقى، بصوا القوام. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.